السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة في هذه الحلقة أتكلم عن النوع الثالث من أنواع الطواف، ألا وهو طواف الوداع. للإجابة على هذا السؤال نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. جاوب عن سؤالنا النهاردة ما هو النوع الثالث من أنواع الطواف. طواف الوداع سمي بهذا الاسم لأنه لتوديع البيت الحرام لما يودع الكعبة بالطواف الوداع، لأنه آخر ما يفعله الحاج عند إرادة السفر من مكة. يرى المالكية وفي رواية للشافعية أنه سنة لا يجب بترك شيء، ويرى الأحناف والحنابلة وفي رواية للشافعية أنه واجب ويلزم بتركه دم، إن هو يعمل يعني شهر مكان لو ترك إن هو ميطوفش بطواف الوداع قبل ما يسافر. ويلحق بهذه الأنواع الثلاث اللي هو من الطواف، وهو طواف القدوم والإفاضة، والوداع طواف آخر هو طواف التطوع، هو الذي يقوم به المسلم في أي وقت من أوقات العام مادام موجودا بمكة. وينبغي المسلم أن يغتنم فرصة وجوده بمكة فيكثر من طواف التطوع من الصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد الأخرى. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الحلقة الآتية سنكمل أحكام الحج في رعاية الله.